شوف، المرأة أو الأنثى بشكل عام حطها ملكة تحطك عبد، تحطك عبد عندها خادم بالمعنى الصريح. عاملها للأسف، يعني ودي أقول الكلمة ذا، عاملها كمعاملة جارية تحطك أمير ملك. الجارية مو معناها إيذاءها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى ذكر كلمة جارية، يعني لا يتحسسون البنات. طيب ذكر كلمة جارية. المسلم يعامل الجارية هو عادي. شوف، الأنثى لما تجيب لك ورد وتتودد لك هذا الطبيعي، تبغى تطلب رضاك، بس انت تجيب لها ورد عشان تطلب رضاها. هي المفروض اصلا هي اللي تدور رضاك، وهي اللي تلهث وراء هذا الشيء وتطلبه. العلاقة والديناميكية في العلاقة هي تجي كذا، مستحيل تجي عكس كذا، ما تستمر العلاقة. أبو قصي، لا تجلس تقول لي دحين قدام الكاميرا هنا في البودكاست انك انت عمرك ما اشتريت وردة كذا الطاير وقلت يلا خذي تفضلي. خليني اتذكر، اقسم بالله ما اذكر اني جبت ورد الا مرة واحدة. الحمد لله على السلامة. لا مرة واحدة، وبإلحاح، بالحاح من واحد يعني من محارمي اختي، يعني قالت لي يجيب لها ورد والدة، يعني جايبة ولد. الناس يجيبوا ذهب، انت تجيب ورد؟ والله جبت ورد وانا ندمان. خلاص موجود الصور ولا زلت ندمان يا ابن الحلال. والله نادم اني دفعت 40 ل 50 ريال في الورد. يا ابن الحلال هي تشوفك دحين. طيب خلت تشوفني ولا طز يعني. هي مش هي واحدة قبلها. ول ايه واحدة قبلها راحت، الله يستر عليه. بس يا اخي مو عيب يا اخي. والله انا شايف انت جيب لها كمان ورد. لا ما اجيب لها ورد، هي تجيب لي ورد، وكمان يعني المفروض تقبل يدي وانا رايح وتقبل يدي وانا جاي. هذا من حسن التبعل. طيب ليش لا؟ من حسن التبعل. ليش لا؟ انا من حسن التبعل انا ابغى زوجة عشان تمشي ديناميكية العلاقة صح. يجب ان يكون الرجل هو في حال يعني هيدية اسوره ذهب. اوكي اسوره ذهب ليش؟ ايش اللي سويت يعني؟ الذهب غالي يعني. انا عارف ايش سويت؟ بس ما يغلى عليها يا اخي. اسوي له برياني وديني لندن. ايوه. لا يا شيخ، ايش سر الاستحقاقية الكبيرة هذا؟ عشان في ما ادري والله كيف اقول، في رجال كيف اوصفهم، ما والله صعب اقول الرجل هذا. فانا اقول انه الرجل هو السبب برضه في النهاية.